لك نصيب. الحقيقه كانت غير كده خالص. البلد دي كانت احسن من باريس. كانت الموضه تنزل هنا قبل ما تنزل باريس. الشوارع كانت نظيفه زي الفل، الاسم كل يوم، المحلات كانت فخمه، الناس كانوا مؤدبين. زكي باشا، نكمل كلامنا لما نطلع فوق الناس بتبص علينا. يبصوا علينا ليه؟ يبصوا على البلد اللي باظت، يبصوا على العمارات اللي كانت احسن من عمارات اوروبا، دلوقتي بقت مسابل من فوق ومن تحت مسخ. احنا في زمن المسخ. الاهلي بيودع دوري ابطال افريقيا من دور ربع النهائي لاول مره من 7 سنين بعد ما الاهلي خسر من سان داونز في 2019 في ماتش الخمسه الشهير، والنهارده بيودع قدام الترجي بعد ما خسر في ماتش الذهاب وفي ماتش العوده بنتيجه اجمالي 4-2. وزي ما قلت قبل كده وزي ما حطيت كذا مره في عنوان فيديو قبل كده ان الاهلي هيخرج بموسم صفري، وفعلا ده بدا يتحقق. وطبعا انا ما اتمناش كده، بس ده فعلا بدا يتحقق وعلى ارض الواقع وبالاداء. الاهلي قبل كده كنت بتشوف ان هو ممكن يلعب ماتش حلو وبعدين ماتش وحش. الموضوع من الوحاشه وصل ان انت بتشوف ان الاهلي بيلعب شوط والتاني بيبقى وحش، فانت حتى ما بقتش ضامن مستوى الفرقه على الاقل ماتش كامل. شوط كامل ما بقتش قادر تتوقع الفرقه دي هتعمل ايه. الشوط الثاني من اسوأ الحاجات اللي شفتها في حياتي للاهلي. فرقه الشوط الاول نزلت عملت كل حاجه في الماتش، الشوط الثاني بتنزل تخسر كل حاجه هي عملتها في الماتش. قبل ما نبدا عايزك تكمل معايا الفيديو للاخر، تعمل لايك وتشترك في القناه، ويلا بينا نتكلم في الماتش. الاهلي الشوط الاول بدا كويس جدا وقدر يضغط وقدر يسجل هدف مبكر، ما قدرتش تستغل ده بعد كده رغم ان فريق ترجي كان فريق مستسلم جدا قدامك في الشوط الاول، فريق مستسلم جدا، وفي الصعيد الدفاعي انت قادر تخترقه بشكل كويس جدا. الحارس بتاع الترجي هو اللي عمل لهم شكل، هو اللي رجعهم في الماتش. الحارس بشير اللي هو حارس الترجي هو اللي دخلهم الجيم، ولولا كان الشوط الاول ده ممكن يخلص 3-4 والشوط الثاني يبقى نفسيتهم ومعنوياتهم في الارض ما يقدروش يعملوا حاجه. لكن هي دي الكوره، لو لعيب بس فايق ولو غالبا هو الحارس او المهاجم بتاعك فبنسبه كبيره الفرقه بتاعتك هتقدر تقف على رجليها وتقدر تعمل حاجه. وللاسف الاهلي ما عندوش يعني ولا ده ولا ده، ما عندكش مهاجم يخلص الفرص دي. الحارس بتاعك ما قدمش المستوى المطلوب، لكن شوبير عنده رصيد كافي ان هو انت عارف ان هو في الماتشات الكبيره بيأدي. وعلى فكره هو ما كانش سيء للدرجه الاهداف اللي دخل فيه مش بسببه اصلا. وائل جمعه في استوديو بي ان بعد الماتش ما خلص قال لك ان الخروج ده يليق بمنظومه الاهلي وادارته ولاعيبته كمان. انا شايف ان عنده حق بنسبه كبيره، كلامه مظبوط جدا، وفعلا الاداره واللعيبه عندهم مشاكل كبيره قوي وتخبطات كتيره قوي، واحنا عارفين ده من اول الموسم وبنعدي عشان الدنيا كانت بتمشي. يعني الدنيا كانت بتعديها بس خلاص، يعني انت خرجت من البطوله اللي انت بتحبها، خرجت من بطوله كانت ممكن تنقذ الموسم اصلا وما يتقالش عليه موسم فاشل، لكن خلاص الاهلي في طريقه الموسم صفري. وفعلا اللعيبه دي ما عندهاش شخصيه في الملعب. اللعيبه دي اول لما لعيبه الترجي بدات تشم نفسها، لعيبه الاهلي بدات ركابها تخبط في بعض وشخصيتهم انعدمت في الملعب. وجود تروب ثانيه تانية جوه النادي الاهلي ده بيعني فشل الاداره، يعني فشل ذريع. الراجل ده فعلا مدرب فاشل، ما بيهتمش غير بالازارات والحاجات اللي بيلبسها بس، مش بيدرب كوره اصلا. والله انا مش عارف ليه انتوا ما بقتش تشوفوني غير في المصايب دي. يعني الاهلي خسران قليل قوي لما بتشوفوني والاهلي كسبان، بس يعني انا بدات اعمل فيديوهات من قريب. الاهلي بقاله كتير قوي ما بيكسبش يا جماعه من ساعه ما طلع. مش عارف المشكله في مين بصراحه. مش عارف ليه يا عم هيثم، انت مش عارف ليه. من سنه واحده بس الاهلي كان في نص نهائي دوري الابطال، اي نعم خرج من سان داونز لكن الاداء على الاقل كان مقنع شويه. للاسف في الوقت ده كنا بنهاجم مارسيل كولر على الاداء اللي هو بيقدمه، ان هو بيدافع ويبالغ شويه في الدفاع، لكن كان بيعدي وكانت الماتشات بتمشي وكان ممكن يكسب يتعادل شويه، لكن ما كانش بيخسر او يطلع باداء مزري بالطريقه دي. وخرجنا من سان داونز لكن على الاقل كان قبلها في ماتش العوده كنت عامل شكل كويس وكان شكلك حلو في الماتش ده، خرجت التعادل 0-0 من قلب جنوب افريقيا، ورجعت هنا القاهره وخرجت بغلطه صغيره قوي، الكره اللي خبطت في رجل ياسر ابراهيم ودخل الجون وكان ممكن تتأهل وتروح النهائي. وحتى في الدوري كنت في السباق لحد اخر نفس. لكن الوضع النهارده اتغير جدا. الوضع النهارده ان انت فريقك ما بقاش عنده شخصيه، فريقك ما بقاش موجود في الملعب، ما بقاش فيه روح في الملعب، ما بقاش فيه حتى كواليتي اللعيبه اللي انت كنت بتشوفها قبل كده. كل حاجه بقت مسخه. مش هقعد اتكلم عن لعيب واحد والكلام ده كله، الكلام ده ليه ناسه والكلام ده ليه ناس بتعمله والكلام ده في ناس اشطر مني بتعمله، وانتوا فاهمين انا بتكلم على مين. انا دلوقتي جاي اتكلم كواحد بيشجع الاهلي. ليه انا فجاه اتحولت من واحد بيروح يتفرج على الاهلي عشان فعلا دي حاجه بتبسطه، عشان فعلا ده الفريق اللي هو شغفه ناحيته ليه قوي، لواحد بيتحول ان ده عبء عليه وان الموضوع بقى تقيل قوي على قلبه وهو بيتفرج، وان هو بيبقى فعلا قاعد مش طايق يمسك التليفون من الزهق، ولا مش بقولك بقى خايف من التحفيل والكلام ده، الكلام ده في الكوره كلنا عارفينه. انا بتكلم ان فعلا الواحد بقى يحس ان الفرقه نفسها تقيله عليه، انا مش قادر اتفرج يا عم، عايز احول. فاهم الفكره؟ طيب لو هنتكلم كوره بجد، تمام، انت الشوط الاول كنت كويس وشوط كتير على الجون وكان ليك ان انت تسجل اكتر من هدف، جميل جدا. كل اعتمادك كان على ايه؟
العرضيات، ان انت تلعب كوره وتفضي مساحات عشان اللعيبه تضغط من عليها وان انت ترفع عرضيات وبس، والكوره بقى تسقط في النص ولا اي حاجه، وربنا يكرم بشوطه من تريزيجيه ولا من مروان عطيه ولا من امام ولا من اي حد عشان يشوط على الجول. ده لو سقطت واتلعبت صح. تمام، عملتها الشوط الاول وكنت مميز فيها. الشوط الثاني بقى، هل الفرقه دي فرقه صغيره؟ يعني هل الفرقه دي تاريخيا فرقه صغيره؟ هل ان هي هترضى طول الماتش يتلعب عليها نفس اللعبه كل مره واللي هو ما تاخدش اي رد فعل؟ طبيعي هتاخد رد فعل. ده لو فرقه لسه بنت امبارح هتاخد بالها وهتديك رد فعل. انت مدرب ملط، انت مدرب ملط ان انت الشوط الثاني شفت ان اللعبه اللي انت بتلعبها دي اتقفلت، وان هم قفلوا عليك الاطراف وزودوا لعيب في نص الملعب من الكور اللي كانت بتيجي من ورا عشان تشوطها، خلاص فهي اتقفلت عليك. فين الحلول الثانيه؟ يعني فين الابتكار ليك كمدرب على انك تعمل حل تاني للكور دي؟ مفيش، خلاص اتقفلت عليك. بالعكس هم زودوا لعيب في نص الملعب عشان يخليك تغلط اكتر، وان انت زي كوره مثلا بن شرقي الميس باس اللي لعبه ورجعت ورا مروان عطيه وترد عليك بالهدف بتاع التعادل. انت مدرب ملط، بكررها تاني، ان انت ما لقيتش حل اللي انت بتعمله. ومش معنى يا جماعه، يعني بجد والله نفسي افهم، مش معنى انك تنزل مهاجم واثنين ان انت كده بتزود الهجوم. مين اللي قال كده يا جماعه؟ مين قال لك ان انت كده بتزود عمق هجومي وان انت كده بتهاجم؟ مفيش الكلام ده. الكوره دي انتهت يا جماعه من زمان. يعني مش فاهم ازاي ده مدرب كان بيدرب في الهجوم. انا مش فاهم حاجه زي كده. في انانيه من بعض اللعيبه يا جماعه، ودي ظهرت في الشوط الاول. لعيب زي تريزيجيه مثلا، انت المفروض بتاخد الكوره كوينج، المفروض ان انت بتفضي مساحه للعيب اللي جاي من ورا اللي هو يوسف بالعمري عشان تلعب له، او مثلا بن شرقي. تمام، حلو جدا. انت كل مره بتاخد وتقطم، جميل جدا عشان تشوط. بتفلح مره اوقات لا. هو في مره يا جماعه عمال يلم ويلم لعيب ورا الثاني، المفروض تباصي بقى تلعب مع زمايلك. لا، قام جاي لعيب من الاهلي كان امام عاشور تقريبا، قام جاي خبط فيه. كانت كرة كوميدية جدا. يعني يا جماعة في حاجات كتير متفككة جوه النادي ده وجوه الفرقة دي. انا زي ما قلت قبل كده في الفيديو اللي فات لو ترجع تشوفه، ان لا بديل عن وجود مدرب زي علي ماهر او حسام البدري، وبالاخص حسام البدري. مدرب فعلا قوي الشخصية، مدرب يقدر يعمل لك حاجات كتير قوي، وفعلا كورته حلوه. هو مش فنان وحش، هو فعلا كورته كويسه. فيا جماعه يعني انا اول مره اقوم بعد ما الماتش ده خلص، او يعني بعد ما الاهلي يكون خسر ماتش او لعب ماتش وحش، انا مش متضايق. مش اللي هو حاسس بقى الموضوع يعني مضايقني قوي نفسيا ومتعصب، لا لا لا، الموضوع بعيد عن كده خالص. الموضوع كله بالنسبه لي ان خلاص هو كده بدايه مرحله جديده، نبدا نشوف بقى ايه الحل وهنعمل ايه الفتره الجايه. والله مش عايز اطول في النكد، يعني كده كده الدنيا عيد وكل سنه وانتم طيبين. يعني الموضوع يعني ابعد من كده بكتير. وطبعا الكوره دي لعبه، يعني الكلام اللي بنقوله كاهلاويه اول ما نخسر بطوله او الحاجات دي كلها. بس يعني زي ما قلت لكم الفتره الجايه هي بدايه مرحله جديده للاهلي، هنبدا نشوف فيها اختيار المدرب هيكون عامل ازاي، ولا نشوف الاداره دي هيحصل فيها ايه. بس اللي عايز اقوله ان الفتره الجايه هي بدايه تصحيح الطريق. غير كده الموضوع يعني فعلا هيبقى الاداره بالنسبه لها دي شيله اكبر منها. فهنشوف الفتره الجايه هيحصل فيها ايه. الاهلي هيرجع على الدوري، وكمان بيراميدز هيرجع على الدوري، لان الاثنين خرجوا في نفس اليوم، فالاثنين هيكونوا مركزين في الدوري. فالست ماتشات اللي جايين يعني هيكونوا من اصعب المواسم اللي هتعدي على الاهلي في تاريخه في الدوري. وانا يعني مش مراهن او مش كده، بس انا حاسس ان الاهلي هيخرج موسم صفر، الا لو فعلا تم تصحيح الطريق وتم التعامل مع الموضوع بجديه اكبر من كده، وفعلا ان يكون في تصحيحات كبيره قوي الفتره الجايه مع اللعيبه والاداره والمدرب اللي هيجيبوه. يعني دروب بيكمل، ده بالنسبه لي فشل للاداره. والكلام اللي هيطلع بقى اصل مش قادرين ندفع الشرط الجزائي بتاعه والكلام ده كله. يعني جمهور الاهلي اظن مش هيقبل بحاجه يعني اقل من الدوري يجي. غير كده على الاقل ان هو يشوف فرقته بتلعب كوره كويسه. مش بقول لك انت تكسب الدوري، جمهور الاهلي يشوف فرقته بتلعب كوره كويسه. يعني هو ده اللي جمهور الاهلي مستنيه. بس في الاول وفي الاخر كل سنه وانتم طيبين. ان شاء الله الفتره الجايه تكون احسن، ان شاء الله الاهلي يرجع احسن بكتير ونستمتع شويه بالكوره يعني. وكان معاكم عبد الله القاضي، ودي قناه في ال18. ما تنسوش تشوفوا الفيديوهات اللي فاتت وتتابع القناه، تعمل سبسكرايب وتعمل لايك. وبس كده، ده كان كل الكلام اللي عندي النهارده، ومستني رايك في الكومنتات، مستني تتكلم معايا في الكومنتات. ولو وصلت لحد الحته دي فانت حبيبي، ما تنساش تقول لي انك وصلت لحد هنا لو كملت الفيديو. وبس كده، سلام.